ولا يخافون من الموت. لماذا عباد الله؟ لأنهم سيقدمون الغالي والنفيس من أجل دين الله، من أجل نصرة دين الله، من أجل الجهاد في سبيل الله الذي ثبط عنه في هذا الزمان من ثبط، وخذل عنه في هذا الزمان من خذل، ومنع إعلاء هذه الكلمة العظيمة في هذا الزمان من منع، وهو جهاد في سبيل الله، جهاد الأعداء، جهاد سبابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاد الرافضة الحوثيين الذين قتلوا عباد الله، الذين استرخصوا الدماء وقتلوا الأبرياء ومنعوا كلمة الحق، الذين طعنوا في دين الله بخنجرهم المسموم وهم يقولون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر الإسلام، وهم يهدمون الإسلام حجرا حجر لبنة لبنة، وهم يقتلون الأبرياء ويسترخصون الدماء، وهم يعتدون على حدود الله، وهم يهدمون مساجد الله ويطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين نحن من جهادهم؟ أين نحن من مقاتلتهم؟ أين نحن من الحث على قتالهم؟ فإياكم ثم إياكم من التخذيل عن رفع راية الإسلام والمسلمين، إياكم ثم إياكم من التباطؤ عن نصرة دين الله، وعن نصرة صحابة رسول الله، وعن نصرة عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.